مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا وحبايبي في الله جميعا. أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. واللي بشوفني لأول مرة، أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر. لو عجبتكم قناتي وفيديوهاتي فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. النهاردة يا جماعة أنا هعملكم طعمية زمان يا جماعة، بريحتها بقى بذكرياتها رجعتني 20 سنة لورا. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وطريقتي في الطعمية تعجبكم بإذن الله. البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا يا جماعة نص كيلو فول عادي بتاع التدميس. أنا نقعته ليلة كاملة وقشرته من القشر بتاعه وغسلته كويس جدا. الخضرة بقى بتاعت الطعمية عبارة عن كزبرة خضرة وشبت اللي هو الشمار بالصعيدي، وجرجير، حزمة جرجير. وده بصل أخضر يا جماعة، حوالي 5 بصلات خضر جميل كده بديله ريحة حلوة جدا للطعمية. وطبعا التوم ما ننساش بقى راس توم، فصصتها وغسلتها كويس جدا. ودي يا جماعة فلفل رومي، حوالي 4 فلفلات رومي غسلاهم كويس جدا. هنحط بقى، جبت المكنة بتاعتي وغاسلة كل الخضار بتاعي والفول وكل حاجة وصفيته كله كويس من المية. احط الاول حاجة الخضرة في المكنة عشان تمشي معايا في المكنة. عارفين المكنة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة يمكن ليها فوق 30 سنة يعني، ولا يرى لها حاجة، بس ايديها مرة اتكسرت فجبنا لها ايد جديدة ومش عارفة حاجة تاني برضو. بس لكن هي زي ما هي يا جماعة، ولا احنا بعدها امي اشترت مكنة يعني حوالي ليها 12 سنة او حاجة زي كده. فبنجرتها كده في الطبلية قامت اتكسرت فلحمناها. لكن الحاجة الزمان بتقعد زي ما هي، ما بيجرى لهاش حاجة خالص. فعايزة اقول لك ان فعلا ليها 30، اقل من 30 سنة دي والله العظيم، ولسه بتعمل طعمية. بعمل فيها اللحمة المفرومة، بعمل فيها كل حاجة، بنعمل فيها على العيد البسكوت المكنة. فبتعمل كل حاجة ولسه زي ما هي. حطيت بقى الخضرة بتاعتي وحطيت فوقيها الفول والبصل والثوم. فبديها اول وش دلوقتي للطعمية بتاعتي وبعد كده بديها الوش التاني. عايزة اقولك دي طريقة امي في الطعمية بتاع الزمان، كانت بتعملها كده وزيادة عن كده، اللي بخلت ريحتها مميزة جدا وطعمها العيش الشمسي يا جماعة. بتحمص، بتجيب كده بعد ما نخلص الصنيع بتاعنا، بتجيب رغيفين كده عيش شمسي بتحمصهم في الفرن، تنشفهم وتحمصهم كويس جدا وتشيلهم بقى. بتحط منه للطعمية بقى، بتحط لي بتعمل بقى البطاطس، كفتة البطاطس بتحط منها. فعايزة اقول لك العيش الشمسي لما تحمصه وتدقه في الهون وتحطه للطعمية بديله ريحة وبديله طعم مميز جدا للطعمية. عشان كده أنا قررت النهاردة أرجع ذكريات زمان أيام ما كنت صغيرة. المدرسة يا جماعة جنب بيتنا بحوالي شارعين صغيرين كده، كنا بنطلع من الفسحة عشان احنا الطلاب اللي جنب المدرسة بيطلعوا في الفسحة من البعاد. فأمهاتهم طبعا بتديهم السندوتشات من البيت عشان ما ينفعش يروحوا آخر الدنيا عشان يجيبوا السندوتشات. فاحنا كده أول ما تيجي الساعة 10 وتدق جرس الفسحة، فكلنا كنا بنفرح كده الطلاب القريبين من المدرسة. نطلع بقى نروح على البيت عشان نحشي السندوتشات. أول ما بدخل الشارع بتاعنا يا جماعة بشم ريحة الطعمية بتاعت أمي، كان ليها ريحة مميزة يعني. أنا بدور عليه لحد دلوقتي مفيش، رغم إنك تعملي وتحطي كل حاجة، بس بتاع زمان ليها ريحة مختلفة. لأن الأكل كان زمان كان ليه مميز، كان كل حاجة من غير دلوقتي بحطوا له السماد للأرض وحطوا له الكيماويات بتغير ريحة كل حاجة، الأكل والشرب وكل حاجة بتغير ريحته. فعشان كده مميزة ومش هتلاقي زي أكل زمان ولا ريحة زمان خالص. فأول ما بدخل الشارع كده بشم ريحة الطعمية بتاعت أمي، أقول النهاردة أمي عاملة لنا طعمية.
وفعلا ادخل البيت الاقي يا جماعة عاملة لنا طبق الطعمية وجايبة العيش الشمسي. كنا زمان بنحشي بالعيش الشمسي، كان مميز جدا، خصوصا لو كان امي كانت صانعة كده وعاملة الطعمية طازة، بتحشي العيش الشمسي كده هو سخن، كان والله العظيم تاكلي فيها طعمه جميل جدا. فكانت تحشينا العيش الشمسي في الطعمية ونمشي المدرسة. وكانت يا جماعة بتقليها على البابور، كان زمان ما فيش بوتجاز، ما كانش عندها بوتجاز، بعدين جابت البوتجاز مش اللي انتوا بتشوفوه ده، لا كان قبلها في بوتجاز 3 عيون. متهيألي جبناه أنا كنت في 5 ابتدائي أو أولى إعدادي مش فاكرة. أنا لحد دلوقتي بسألها نفس السؤال، إزاي كنتي على البابور بتعملي كذا صنف؟ قالت له أسرع من البوتجاز. كانت بتقوم الفجر تصلي الفجر وبعد كده تقوم تركب اللحمة، تسلق اللحمة وتستناها لما تستوي، بعدها بتركب حلة الصلصة، تحمر البصلة والطماطم وتستناها لما تستوي، وبعد كده تحط الفاصوليا وتنزلها، وبعد كده تعمل الرز وراها تحمر اللحمة. فكانت كله يعني بتعمل ورا بعض، وكانت بتقولي أسرع من البوتجاز. ففعلا أنا بستغرب يعني لحد الآن إزاي ناس زمان كانت عايشة على البابور، إحنا بوتجاز 5 عيون ونقول إمتى نخلص إمتى نعمل، وتعمل كذا عين وهم ورا بعض عين واحدة هي البابور، وخلصوا كذا صنف. فيعني ناس زمان بصراحة يتضرب بيهم المثل في كل حاجة. خلصت الطعمية اديتها وشين يا جماعة، لو عايزة تديها وش تالت بس هي وشين حلو جدا. ده العيش الشمسي بقى احنا محمصينه في في الهون زي ما شايفين كده، بنعماه كويس جدا، بحطه على الطعمية وأقلبه كويس جدا في الطعمية. وبعد كده هنزل عليه بنص كوباية مية يا جماعة عشان عايزين العيش طبعا ناشف، لو قليتيه على كده يقرش كده في الطعمية ويبقى شكله مش حلو، لا تحطي له مية عشان يبوش كده في الطعمية ويطرى ويبقى حلو وطري، فلازم نحط له مية زي ما انتم شايفين كده، نص كوباية مية صغيرة، كوباية شاي صغيرة مية. هخليه بقى دقيقتين كده عشان خاطر يا جماعة يبوش معايا ويطرى معايا، هصبر عليه دقيقتين وبعد كده احط بقى التوابل بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده سبته دقيقتين وطرى معايا وزي الفل. بحط التوابل بتاعتي، كزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح وكمون وشطة، وهقلبهم كويس جدا التوابل، وهقلب كويس التوابل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط لها معلقتين دقيق يا جماعة عشان خاطر تمسك معايا الطعمية وما تفكش زي ما انتم شايفين كده، واقلبهم كويس جدا. بعد كده هحط لها نص معلقة كربونات، ومهمة جدا الكربونات للطعمية عشان تنفر معاك الطعمية وتبقى لك حلوة جدا. بقلب الدقيق زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. حاطة بقى على العين بتاعتي الطاسة، واول ما سخنت كده نزلت عليها بالزيت عشان يسخن معايا، وبعد كده احط الطعمية بتاعتي تنفر معايا بكل سهولة. حطيت الكربونات دلوقتي هقلب الكربونات كويس جدا في الطعمية، وهبتدي بقى ارصها في الطاسة بتاعتي. وبعد ما اقلبها كويس جدا هحطها بقى ارصها في الطاسة. لو عايزة تحطي لها سمسم هتحطي لها، هتبقى حلو برضو، بس امي كانت زمان ما تحطش سمسم خالص، كانت بتعملها بس من غير سمسم. فكانت لي صاحبة كده كنا في رابعة ابتدائي، لما كنت بحشي الطعمية دي كانت بتقول لي طعميتك مميزة غير اللي انا امي بتعملها لي، ايه السر فيها، ايه بتحطي لها؟ فكنت بقول لها امي كانت بتحمص العيش الشمسي وتدقه في الهون وتحطه لها، وكمان بتحط الفلفل الاخضر بديله طعم حلو جدا. فراحت لأمها قالت لها على نفس الطريقة وحطي لي عيش شمسي حمصيه وحطي لي الطعمية عشان مميزة جدا، صاحبتي بتعمل كده. فبعدها بيومين كده جات حاشية طعمية قالت لي دوقي الطعمية دي، لقيتها نفس الطعم، فقالت خليت أمي تعمل نفس الطعمية بتاعتك عشان أنا حبيتها جدا. فعايزة أقول لك العيش الشمسي المحمص تحطيه للطعمية هتلقيه مميز كده عن الطعمية اللي بتدوقيها كل مرة. فأتمنى تجربيها بالطريقة دي مش هتندمي والله. وكمان بحطوا العيش الشمسي عشان زمان
بيزود كمية الطعمية فترمي معاه كتير، وكمان بيديله تطعيمة حلوة جدا. حطيت اول رص زي ما انتم شايفين كده، هقلبها الناحية التانية، مبتاخدش وقت معايا، بتتحمر بكل سهولة. اوطي عليها النار عشان تستوي من جوا، وبعد كده احط الرصة التانية. عايزة اقولك ذكريات الطفولة يعني كأنها محفورة جواكي، يعني تفتكريها عكس ذكريات لما كنت شباب او دلوقتي. انتي لو سألتي نفسك اتعشيتي ايه امبارح ما بتفتكريش، انما كل حاجة في الابتدائي في الاعدادي في قبل ما تدخل المدرسة بتفتكريها. انا لحد دلوقتي افتكر اول شنطة ابويا اشتراها لي لما كنت في اولى ابتدائي، والشنط اللي كانت امي، كنا زمان شنط من الشكاير، كان عندنا في الصعيد كده من الشكاير من المرايل بنعملها. خدت أولى وتانية وتالتة كانت أمي بتعملها. في رابعة كانت عندنا جارتنا كانت متجوزة لسه جديد بتشتغل بالكروشيه، فكانت بتعمل شنط حلوة جدا بالكروشيه والزغرفها. قلت لأمي عايزة شنطة منها، فاشتريت لها الخيط الصوف كذا لون، وعملت لي شنطة حلوة جدا قضيت بيها رابعة وخامسة، فاكراها لحد دلوقتي شكلها قصاد عيني. فكده في ذكريات كده تفتكريها كده محفورة جواكي. الأبلة اللي كانت بتدينا في تالتة ابتدائي لحد الآن افتكرها وافتكر شكلها واسمها. دلوقتي يا جماعة حطيت الطاسة على النار عشان أشوي الطعمية بتاعتي، يا دوب نقطة زيت بسيطة كده ونزلت عليها بالطعمية ووطيت عليها النار خالص عشان تستوي على نار هادية. بتشوي كده حلوة جدا يا جماعة، زي ما قلت لك خفيفة جدا للقولون وللمعدة، حلوة جدا. الأبلة دي يا جماعة لحد دلوقتي أنا أفتكر اليوم اللي مشت فيه، هو تالتة ابتدائي، رحنا ادتنا تالتة ابتدائي كلها، كانت طيبة جدا وكانت بتحبنا جدا جدا لأن ما كانش عندها أولاد. فجات في رابعة ابتدائي أول شهر قضته معانا، وتاني شهر اتنقلت لأن كانت المدرسة قريتنا بعيدة عن بيتها بتاخد مواصلتين، فاضطرت إن تتنقل على مدرسة قريبة منها. فكان أنا أفتكر لحد الوقت اليوم اللي مشت فيه وإزاي حضنتنا كلنا في الفصل، وكان يعني بحرقة كده بتحضننا إن غصب عنها هتسيبنا، واحنا يعني كانت بكى ما اقولكش، الفصل كله كان كله يبكي عليها من طيبتها ومن حبها لينا، وكانت يعني بتعاملنا كأنها زي أمنا بالضبط. فأنا زعلت عليها جدا 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 لحد الآن أفتكر اليوم اللي مشت فيه وجات مشت وحضنتنا ومشت، وأنا جريت معها لحد باب المدرسة وأنا أمسك فيها مش عايزاها تمشي. ففعلا اليوم ده لا يمكن أنساه لحد دلوقتي أنا فاكراه. ففي حاجات كده تفتكريها وتبقى محفورة جواكي. زي مدرس الإنجليزي اللي كان بيدخلنا ما كانش بدينا خالص، كان مدرس تاني بدينا، ما كناش بنفهم منه ولا حاجة، وكان ده بيدخلنا حصة احتياطي وكنا بنطلب منه يدينا إنجليزي وكنا بنفهم منه. لحد الآن معلوماته محفورة جوايا، يعني بسببه هو لحد دلوقتي أنا أعرف استهجى كلمة، أعرف أقرأ جملة إنجليزي بسبب تعليمه هو. ففي ذكريات كده لا يمكن تنسيها، بالذات الابتدائي يا جماعة لا يمكن تتنسي. الطعمية زي ما انتم شايفين كده طالعة جميلة جدا وطعمها حلو جدا، أتمنى تجربوها. والمشوية حلوة جدا ومستوية زي ما انتم شايفين كده، مستوية ومش نية من جوا. فأتمنى تجربوا طريقتي، وأتمنى اللي مشتركش في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.